السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات شيف مريم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم فيديو عباره عن الوصفه اللي غنقدموا في هذا الفيديو، وهي القراشل او القرص صغارين اللي كنوجدوهم الكوتي وحتى الفطور. كيجيو رطبين بحال القطن وهشاشين بزاف، ويمكن لينا في نفس الوقت نحتفظوا فيهم في المبرد او في الكونجيلاتور بطريقه تحضير جديده وفي نفس الوقت بنتيجه جد رائعه. هاد القراشل هما المعتمدين عندي انايا، كنستعملهم بزاف ديال المرات. كنصحكم حتى نتوما تجربوا هاد الوصفه الا عجبتكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب، ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو. يلا نبداو طريقه التحضير. المقادير اللي كنحتاجو في هاد الوصفه: كنحتاجو 125 غرام ديال السكر حبيبات او السكر الخشن، 125 مليلتر من الماء، كيس من خميره الحلويات بيكنج باودر، 250 مليلتر من الحليب الدافئ حتى الماء حتى هو دافئ. كنحتاجو معلقه كبيره ديال خميره الخبز، كنحتاجو كاس صغير ديال الزيت، تقريبا واحد 90 مليلتر او 100 مليلتر ديال الزيت. وكنحتاجو بيضه تكون كبيره. كنحتاجو البيضه بطبيعه الحال. مع هاد المقادير كنحتاجو الدقيق. عندي هنا 1 كيلوغرام من الدقيق الابيض وقريصه د الملح. نبداو الطريقه ديال التحضير. اول شيء غنقوموا به هو غادي ناخذوا الخلاط الكهربائي. كما قلت لكم في هذه الوصفه غنحضر لكم القراشل بطريقه تحضير جديده، ماشي الطريقه العاديه اللي كنوضعوا الدقيق والمقادير وكنبقاو نخلطوا. هذه طريقه جديده. كناخذوا الخلاط الكهربائي كيف ما قلت لكم، كنوضعوا فيه بيضه، زيت، هذا الماء الدافئ، ايضا السكر سنيده وسكر حبيبات. كنوضعوا فيه الحليب 250 مليلتر يكون دافئ حتى هو. كنوضعوا خميره الخبز، ايضا خميره ديال الحلويات، وكنضيفوا 4 ديال المعالق ديال الدقيق الابيض، تقريبا كاس ديال الدقيق الابيض. من هذاك الدقيق اللي حنا غنستعملو كنضيفوا 4 المعالق، 4 المعالق فهي كاس. غنقوم بالخلط ديال هادشي في الخلاط الكهربائي حتى كنحصل على واحد السائل، ومن بعد غادي نكمل لكم طريقه التحضير. بعد ما كنحصلوا على هذا الخليط فاحنا كنوضعوه في اي حاجه تكون من الزجاج، سواء جبانيه الدجاج ولا قرعه الدجاج. انا فضلت نوضعوه في قرعه ديال الدجاج. كنوضعوا هذا الخليط على هذا الشكل، وكنغلقوا هذه القرعه باحكام، اولا كنغطيوها بواحد الفيلم اليمونطير البلاستيك الغذائي، كنغطيوها مزيان، اولا كنستعملوا الغلاقه ديالها ونسدوها مزيان، سمحوا لي. وكنخليوها واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. دابا الجو بارد، غنخليها واحد 15 دقيقه. عاد من بعد غنكملوا الطريقه ديال العجن ديال هاد القراشل اللي غنحضر لكم اليوم. بعد ما خليت هذا الخليط ديالي 15 دقيقه، الان غادي نضيفو على الدقيق. كما قلت لكم انا هنا استعملت كيلو ديال الدقيق على حسب نوعيه الدقيق. يمكن لكم تزيدوا الدقيق الا جاتكم خفيفه بزاف، يمكن لكم تزيدوا الدقيق، دونك على حسب نوعيه الدقيق اللي استعملته. الان غنوضعها في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على عجينه خفيفه. ها هي العجينه ديالي بعد ما جمعتها. كما كتلاحظوا فهي عجينه خفيفه بزاف. كما قلت لكم حنا كنستعملوا 1 كيلوغرام من الدقيق، ولكن كيبقى على حسب نوعيه الدقيق. في حاله حصلتوا على العجينه رطبه بزاف او جاريه، يمكن لكم تزيدوا شويه الدقيق باش تجمعوها. وفي حاله حصلتوا على عجينه قاصحه فيمكن لكم تضيفوا القليل من الماء الدافئ باش تجمعوا هذيك العجين. اذا العجين ديالنا ها هي. غادي نغطيها بواحد الكيس بلاستيكي وغادي نخليها واحد 15 دقيقه حتى كتخمر وكتنتفخ. عاد من بعد غادي نبداو التشكيل ديال العجين ديالنا. كندهنوا في الاول اليدين ديالنا بشويه ديال الزيت، كنحاولوا نحيدوا الهواء اللي كاين في هاد العجين، نفرغوها على هاد الشكل من الهواء الموجود فيها كما كتلاحظوا.
عاد ناخذوا العجينه ديالنا. دائما كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت وكنشكلوا على حساب قداش حنا بغينا هاد القراشل. ملي يكونوا على هاد الشكل كيكونوا مزيانين. كنشكلوا العجينه ديالنا وكنوضعوها في لاطه اللي غتدخل الفرن اللي سبق ودهنتها بالزيت. ناخذوا هاد الكريسات ديالنا نبداو نسرحوهم وحده على هاد الشكل ونبعدوهم شويه من بعضياتهم باش ملي يتنفخوا ما يتلاصقوش مع بعضياتهم. بهذا الشكل غادي نكمل هاد اللاطه ديالي كامله. هادو هما القريشلات بعد ما شكلتهم، فغادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 حتى 15 دقيقه حيت غادي يخمروا بسرعه. دابا غنخليهم واحد 10 حتى 15 دقيقه ومن بعد غادي ندير لهم صفر البيض ونزينهم من الفوق باش ندخلهم يطيبوا. بعد ما كيخمروا هاد القراشل ديالنا كناخذوا صفر بيضه كنضيفوا له القليل من قهوه سريعه الذوبان، كنحركوه مزيان حتى كتذوب القهوه مع البيض، وكنوضعوه على القراشل ديالنا بهذا الشكل. نحاولوا ما نوركوش ليهم بزاف، غير نوضعوا ليهم هاد البيض مع القهوه، ندوزو حتى على الجناب باش يجيو محمرين. هذا هو اللي كيعطي التحميره اللي كتجي من الفوق ديال القراشل. بالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختياري، يمكن لكم تزينوه باي حاجه كتبغوها. انا غنزينهم بالسنجلان وغنزين الجهه الاخرى باللوز ايفيلي. يمكن لكم كما قلت لكم تزينوهم باي حاجه كتبغيوها. هذا الجزء الثاني غادي نزينو باللوز ايفيلي. يمكن لكم ديروا نصف من جنجلان ونصف من لوز ايفيلي. اي حاجه بغيتو تزينوا بها فهي ممكنه، كيبقى لكم الاختيار. انا غندخلهم الفرن يكون سخون مزيان وعلى نار متوسطه. كندخلوهم الفرن حتى كيتحمروا من الفوق ومن التحت، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال القريشلات اللي حضرت لكم اليوم. كيف ما كتشوفوا راه كيجي الشكل ديالهم زوين وكيجي المذاق ديالهم حتى هو زوين وكيجيو رطبين من الداخل. انا غنفتح لكم وحده باش غنوريكم من الداخل كيف كتجي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا فكتجي رطبه وبحال القطن، رطبه بزاف من الداخل. الشكل ديالهم زوين كما قلت لكم وطريقه التحضير ديالهم سهله. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه، تعجبكم طريقه تحضير القراشل اللي قدمتها لكم. العديد من الصديقات ديالي طالبوني باش نحضر لهم طريقه القراشل، وهنا وجدت لكم الفيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب، ديروا جيم لا فيديو، تبارطاجيو لا فيديو. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. ما تنساوش تطلعوا على الوصفات ديالي على موقع chefmaryam.com، ايضا موقع chewati.com. الى اللقاء، الى فيديو قادم ووصفه قادمه ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب، ديروا جيم لهاد لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو. شكرا على التتبع ديالكم، انتظروا مني فيديوهات. تعجبكم الفيديو، تعجبكم هذه الافكار التي قدمتها لكم، لا تنسوا بالاشتراك في القناه، ولا تنسوا بزياره الموقع www.chefmaryam.com، ايضا الموقع chewati.com. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم، انتظروا مني الفيديو القادم.